دور المرأة في تأسيس هذه الإدارة، وكيف فتح لها المجال في المشاركة في تأسيس هذه الإدارة، وكيف استطاعت أن تطور نفسها وتطور الإدارة منذ تأسيسها. مشروع الإدارة الذاتية، مشروع الأمة الديمقراطية بشكل عام، كان من أهم أساسياته وركائزه أيضا وجود المرأة، بالإضافة إلى طبعا الشبيبة والنقاط المهمة التي تم ذكرها. المرأة طبعا بداية كالأحداث أو الثورة التي حدثت قبل تأسيس الإدارة الذاتية، كان وجود المرأة وإثبات المرأة لنفسها في المجال العسكري، وخصوصا في المناطق المحررة أيضا وفي شمال وشرق سوريا، مقاومة أهالي وشعوب شمال وشرق سوريا ومن ضمنها المرأة. وأيضا المرأة ليس فقط المرأة الكردية، كافة النساء الموجودات في والمكونات طبعا موجودات في شمال وشرق سوريا في المجال العسكري الذي هو أساسا لم يكن يسمح للمرأة بتواجدها طبعا، وكان الهدف من ذلك التقليل أو عدم الاعتراف بقدرة المرأة على القيام بالمجال العسكري. ولكن الملاحم البطولية التي سطرتها المرأة في الأحداث العسكرية طبعا في مواجهة داعش كانت بداية عند انتصار طبعا قوات سوريا الديمقراطية وشعوب شمال وشرق سوريا. أيضا هنا بدأ تأسيس الإدارة الذاتية، وذكرنا نحن من أهم أسسه وجود المرأة، فكان بداية منذ أيضا نظام الرئاسة المشتركة الذي يمثل 50%، وأيضا من بعده تم العمل على العقد الاجتماعي العام، وأيضا كان وجود المرأة بنسبة 50% لتطبيق أو للعمل على العقد الاجتماعي العام، ربما دام ما يقارب سنتين، وأيضا هناك العمل على عقد الاجتمااع الخاص. المرأة هنا في عملت باعتبار استنادا على العقد الاجتماعي وأيضا على الأسس الأساسية لتشكيل الإدارة الذاتية، بداية في المقاطعات ومن ثم الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا. المرأة من خلال طبعا هذه السنوات أثبت جدارتها في المجالات السياسية، في المجالات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية وحتى الداخلية، وأيضا كما ذكرنا بداية وهو الأهم والتي كانت الخطوة الأولى هي المجال العسكري.